السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. ورجعنا لكم النهارده فيديو سهل وبسيط جدا، وهو عمود المطبخ أو اللي احنا بنستخدمه في المطبخ. طبعا اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مش كيكة ولا قطع جاتوه، ده صابون احنا عاملينه من زيت السمك. في ناس بتقول زيت السمك ما بينفعش في الصابون، لا بس احنا عملناه وضفنا ليه اضافات زي ما انتوا شايفين القطع قدامكم اهوت. ده كيلو ونص زيت سمك او كيلو ونص زيت آلية، البواقي بتاعتنا بتاع اللي بتفضل معانا في البيت. عملنا منها حوالي 2 4 6 8 10 12 حوالي 15 قطعة صابون. دول ممكن ينفعوا معاكي لمدة شهر بالظبط، ما تشتريش صابون للمواعين وتستخدمي الصابون ده مع هو ده الصابون بتاعنا يا جماعة. عملناه بمقادير متوفرة في كل بيت، يا دوبك احنا ضفنا عليه شوية اضافات. طبعا عايزين تعرفوا الشيف ابراهيم حسن عمل الصابون اللي هو بتاعنا بتاع زمان ده ازاي، القطع ازاي، يا ريت تتابعونا. يلا بينا على الفيديو بتاعنا وتابعونا في القناة بتاعتنا، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. يلا بينا نعمل معاكم الصابون القطع بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات موجودة في كل البيوت. وهي دي المقادير بتاعتنا اللي هنشتغل بيها الصابون القديم بتاعنا، صابون الغسيل اللي كنا بنغسل بيه المواعين في بيوتنا زمان. هنعمله النهارده معاكم بطريقه سهله وبسيطه، ومكونات كلها متواجده في البيوت عندنا. اول حاجه احنا عندنا قشر الليمون غليناه. بعد ما بنعصر الليمون يعني بنخلي كميه عندنا في الفريزر، وبعد كده بنغليها، وبعد كده نضربها في الخلاط او ما نضربهاش في الخلاط بنصفيه زي ما انتم شايفين كده. بيطلع معانا كوبايتين ميه من عصير الليمون، بيدي زي نكهه، يعني بيدي ريحه كويسه كده في الصابون بتاعنا. تاني حاجه عندنا ربع كيلو بطاطس اهوت، هنبدا ننزل بيه على الميه بتاعتنا اللي احنا ما رضيناش نحط ميه عاديه، حطينا ميه قشر الليمون وهنفضل ندوب زي كده. بس اهم حاجه يكون عندك خشبه زي كده وجردل بلاستيك انت بتستخدمها، وتبنك تقلبي. بس اهم شايفين البطاطس بيطلع معانا بخار ازاي. اهم حاجه تخلي بالك او تلبسي كمامه وانت شغاله. وزي ما انتم شايفين كده هو عمل لون اصفر. ليه؟ لو احنا حاطين ميه عاديه الميه بتاع الصابون بتاعنا مش هيدينا اللون الاصفر ده، انما عشان احنا حاطين ميه قشر الليمون فعمل معانا اللون الاصفر اللي انتم شايفينه ده. يعني كده حطينا كوبايتين ميه من اللي هم قشر الليمون عليهم ربع كيلو بطاطس. ودي تاني خطوه هي الكيلو ونص زيت بتاعنا بتاع الآلية اللي احنا قلينا فيه مرة واتنين في البيت عندنا. يعني مش زيت نظيف يا شيف، لا مش زيت نظيف، الزيت ده احنا قلينا فيه مرة واتنين عندنا. للناس اللي بتلف في الشوارع تقول كيلو الزيت ب 15 جنيه ومش كيلو الزيت ب 15 جنيه، لا احنا نستفاد منه في بيوتنا كده. احنا كنا معبينهم في برطمانات قديمة ما بنستخدمهاش. وتاني حاجة عملنا بيها حاجة تفيدنا في بيتنا بدل ما نشتري صابون والغلا اللي احنا شايفينه كده. احنا بدأنا نقلب الزيت بتاعنا مع البطاطس مع مية الليمون، وبتنك تقلبي كده. يعني هو كل انت ما تقلبي كل ما يمسك معاكي بسرعة وكل ما يتماسك معاكي بسرعة. اهم حاجة مدة التقليب ما تقلش عن نص ساعة تقليب بس اهم حاجة التقليب يكون بخشبة، ما يكونش بحاجة استانلس او حاجة ألمونيوم. احنا قلبنا شوية زي ما انتم شايفين اللون بتاعنا غير خالص اهوت، وزي ما انتم شايفين هو دخل القوام بتاعه بدأ يتماسك. فاحنا هنسيبه شوية لمدة 5 دقايق بالظبط تاني، ونرجع نقلب تاني هيكون ادانا القوام اللي احنا محتاجينه. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة بعد ما ريحنا حوالي 5 دقايق، يعني مدة التقليب ما بتقلش عن تلت ساعة، يعني ممكن نقلب ربع ساعة
نقلب 15 دقيقة ونريح 5 دقايق، وبعد كده نبدأ نقلب تاني زي ما انتم شايفين. تماسك معانا تماما زي ما انتم شايفين قدامنا خالص اهوت. طبعا عشان الزيت بتاعنا ده بواقي سمك، يعني الاغلبيه كان زيت سمك، فاحنا هنضطر نضيف له كيس اوكسي اللي هو الجل ده، او كيس برسيل جل اللي هو الصغير ده. بيضيف معانا رغوه، وبيضيف معانا ريحه كويسه كمان للصابون بتاعنا. فاحنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنضيف له كيس الاوكس اللي احنا قلنا عليه اهوت. منه بيدينا رغوه، ومنه بيدينا ريحه كويسه، ويضيع لنا ريحه الزفاره اللي موجوده في السمك، مع ان الريحه مش موجوده خالص. البوتاص قضى عليها اهو. كده احنا فضينا الكيس وهنبدا نقلب تاني مع بعض شويه اهو. كده يبقى انتوا عرفتوا المقادير بتاعنا. هنرجع تاني ونقول لكم المقادير عشان تعرفوها بالظبط. المقادير بتاعتنا كوبايتين ميه قشر ليمون، وبعد كده بنضيف عليهم ربع كيلو بوتاص، ونبدا نقلب. وبعد كده بنبدا نحط الزيت بتاعنا، بنصفيه كيلو ونص زيت، ونبدا نقلب شايفين القوام بتاعنا بيبدا يتماسك تاني اهو. بعد ما حطينا كيس الاوكسي او كيس البرسيل او كيس الجل، اي متنظف قوي عندك بتحطيه اهو. في تريكه كده احنا جربناها قبل كده، فحبينا نوريها لحضراتكم او نقول لكم عليها. هي بدل ما نضيف دقيق هنحط معلقه سكر ومعلقه ملح اهو زي ما انتم شايفين. التركه دي احنا عملناها قبل كده ونجحت معانا قوي، فحبينا نشارككم الفكره ونقول لكم عليها مفيش خطوه من اللي احنا عملناها ما قلناش عليها، ولا حبينا ولا ضفنا ولا زودنا ولا نقصنا من المقادير اللي احنا قلنا لكم عليها. زي ما انتم شايفين معانا، بعد ما حطينا كيس الاوكسي اللي هو الجل ده اهو، تماسك معانا زي ما انتم شايفين. القوام بتاعنا عامل ازاي، حتى اللون بتاعه غير والريحه بتاعته غيرت خالص. طبعا عشان زياده تاكيد برضو هنضيف له ايه، معلقتين دقيق كده اهو. عشان زياده تاكيد برضو احنا ضفنا 3 معالق دقيق كبار بس اهو. زي ما انتم شايفين كده اللون بتاعنا عامل ازاي، والقوام بتاعنا زي ما انتم شايفين تماسك معانا خالص اهو. شايفين عامل ازاي كده. هنجيب بقى كرتونه او صينيه عندنا قديمه او غطا كرتون، ونفرش كيس بلاستيك فيه اهو زي ما انتم شايفين كده. احنا جهزنا كرتونه اهيت. دي كان في كرتونه عندنا جايبين فيها حاجات، وحطينا فيها الكيس بتاعنا زي كده، وهنبدا نصب الصابون. وبكده يا جماعه احنا فردنا الصابون بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين قدامكم، عامل زي قطعه الكيكه. هنسيبه لمده 4 ساعات ونقطعه وهو طري، وبعد كده هنبدا نستخدمه. وان شاء الله واحنا جايين نقطعه واحنا بنقطعه هنقطعه معاكم ونوريكم هو شكله عامل ازاي او بيتقطع كده. زي ما انتم شايفين معانا الصابون بتاعنا اهو يا جماعه مسك، بس احنا هنقطعه بقى هو طري عشان السكينه تمشي فيه، لان لو نشف مش هنعرف نمشي السكينه بتاعتنا فيه اهو. قطعي بقى المقاس اللي انت عايزاه بالظبط. شايفين ماسكه معانا ازاي اهو. حاجه يعني مش عايز اقول لكم، بس احنا كلها بكره ان شاء الله. وبكده طبعا بعد ما قطعنا القطعه بتاعتنا او الصابونه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده نشف معانا اهوت. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه، ومعلومه تانية، الصابون ده احنا بعد ما نقطعه زي كده بنفرده او بنفرده زي كده ونسيبه ينشف. بعد اسبوع بالظبط بتبداي تشتغلي منه. الصابونه بتقعد معاكي يومين و3 و4
والرغوه بتاعته طبعا بتكون ممتازه، والنظافه كمان بتكون ممتازه. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في لقاء اخر ان شاء الله.